أهلا بكم حبايبي حبايب قناة توفير وإعادة تدوير. أيام قليلة ويبتدي العام الجديد. هابي نيو يير لكل الناس، لكل حبايبي، لكل أصدقائي، لكل معارفي. النهاردة هقدم لك شجرة الكريسماس، واللي عملتها هي أختي الكبيرة. هنشوف مع بعض إزاي عملتها واستخدمت إيه الخامات في عمايلها. بصراحة فكرة جميلة جدا منها. واحنا كمان هنتعرف على القناة بتاعتها اثناء واحنا بنتفرج، وهنسيب لكم برضو الرابط بتاع القناة بتاعتها في صندوق الوصف. هتبدأي معايا ان شاء الله تشوفي بقى هي عملت الشجرة دي ازاي بأقل تكاليف وبمنتهى السهولة. هتشوفي معانا الخطوات. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعملها يا جماعة، هنبتدي نعمل جسم الشجرة. هنجيب ورق مقوى اللي هو بيتباع عند المكتبات بتاع اللوح، بنعمله للمدارس. هتقص منه قرطاس كبير. انا مش هحدد لك حجم القرطاس قد ايه. عايزه تعملي الفرخ كله براحتك، عايزه تعملي نصه براحتك. الحجم ده يرجع ليكي انت والطول اللي انت عايزاه. هتقصيه زي ما هي انت شايفاها قصته، تلزقه كويس قوي عشان ما يتفكش منها. وبعد كده هترجع تجيب الورق بتاع الكراسات وتحشيه علشان يثبت معاها ويبقى جامد. زي ما انت شايفاها شغالة كده هتعملي. دلوقتي بعد ما ملينا القرطاس بالورق الابيض عشان يبقى زي ما قلنا ثابت، هنجيب الرول بتاع ورق الالومنيوم اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. وهنبتدي نحط عليه الجزء التحتاني منه لان هو ده اللي هيبان. هتحطي له ورق فوم ملون، اللون اللي يعجبك. شوف انت مثلا يعني بنفضل اللون البني، يعني عشان يبقى دي ايه الجسم بتاع الشجرة، ما يبقاش اي لون تاني. ولو انت هتستخدمي اللي بيلزق يبقى خلاص مش بتستخدمي شمع وانت بتلزقي المسدس. بعد كده بتثبت بقى الجزء ده فوق خالص في القرطاس زي ما انت شايفاها بتعمل كده. آه بدأنا نلزق بقى الجزء بتاع الرول اللي هو محطوط عليه الفوم البني، وهو طبعا احنا قلنا ده جسم الشجرة. بنلزقه على قرص قاعدة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده بالظبط. انا مقربين لك الكاميرا علشان تشوفيه قريب ليكي، خدي بالك منه. الخطوات بقى اللي جاية دي، انا يعني بفضل، يعني ده رأيي، ان انتوا بص تكتبي بقى الخطوات بدل ما تفضلي بقى تتفرجي وتغلطي في الفيديو. اعملي ايه، شوفي الخطوات اللي احنا عملناها ايه وتنفذيها زي ما احنا عاملين بالظبط. دلوقتي احنا ايه، جبنا قرص ابيض. لو عندك الفوم اللي بيجي مع الاجهزة لو فيهم حتة مدورة اوكي، مفيش هتعملي كرتونة بيضة. كرتونة، تجيبي حتة كرتونة وتقصيها، تكون كرتونة مدورة كبيرة، الحجم اللي انت تحبيه برضو، المقاس الوسع اللي انت تفضليه. وبعد كده تلزقي عليها ورق ابيض. هي كده كده مش هتبان بس عشان لون الكرتون ما يبقاش باين. وتلزقي عليها الجزء بتاع الشجرة التحتاني البني زي ما انت شايفة كده. بعد كده احنا طبعا بنقول اعادة تدوير. هيبقى عندك شوية فروع زينة من بتاعة أعياد الميلاد الخضر أو الذهبي، وتبدأي تلزقي على القرطاس. تفرعي بقى دور ذهبي ودور أخضر. عايزة تعملي أخضر لوحده والذهبي فوق، لك مطلق الحرية إن انت تعملي اللي انت عايزاه زي ما انت شايفة الخطوات قدامك كده بالظبط. بعد كده هتاخدي الفروع برضو بتاعت الزينة، وعلى القرص الأبيض التحتاني اللي هو القاعدة هتبدأي تلزقيه بالشمع على القرص كله. تدوري على القرص كله كده يطلع معاكي بقى سطر سطرين، اللي يتبقى عندك هو اللي تعمليه زي ما انت شايفاها بالخطوات قدامك بالظبط. دلوقتي بعد بقى ما لزقنا الشريط اللي هو الأخضر على القاعدة بتاعت الشجرة، يلا نبتدي بقى ايه نشتغل في الحاجات اللي هتتعلق على الشجرة. يعني هتبتدي تعمل العلب والقراطيس والأجراس والكور. دلوقتي هي ايه، هناخد جزء ورق من الورق المقوى اللي عملنا منه القرطاس الأول، وهناخد المقاس اللي هقولك عليه 10 سنتي طول في 2.5 سنتي
عرض، بحيث ان هي تديكي منظر علبة صغيرة، علبة مربعة، تربعيها بقى بايدك زي ما انت شايفاها شغالة، وتبدأي تغطيها بورق الفوم الملون. في الحالة دي احنا بنفضل بصراحة ورق الفوم اللي بيلزق على طول، عشان ايه؟ تفضليش تستخدمي الشمع على طول على طول، والحاجات الصغيرة اللي بتعمليها دي ممكن الشمع ايه يلسع ايديك، يبقى تجيبي ورق فوم بيلزق. طيب بعد كده انت بقى هتعملي ايه؟ زي ما قلنا الشكل هيبقى مديكي شكل علبة زي ما انت شايفاها بتعمل كده. اللون اللي انت عايزاه، اعملي بقى كذا لون من العلب، ونوعي في شكل الايه العلب اللي انت بتعمليها. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا بقى العلب هنعمل الجرازات. طبعا اللي هي بتتركب برضو على الشجرة. هتعملي بقى الجرازات، هعملهم ازاي وهعملهم من ايه؟ هتعملي قرطاسين صغيرين قد صباعك، اكبر شوية، وتلزقيهم من فوق، تكسيهم بقى بالفوم الذهبي او الفوم الفضي. بعد كده تعملهم حلية من تحت بلون مناسب للذهبي او الفضي، وتعملي فيونكة صغيرة، وتقومي مركباها على الايه الجرزين اللي انت لازقاهم بالشمع من فوق. بس طبعا ما يبقاش الاحجام كبيره، الاحجام تبقى مناسبه عشان دول هيتعلقوا على الشجره. زي ما انت شايفانا شغالين كده هون وبنعمل، وباقل تكاليف هتقدري زي ما قلنا تعملي حاجه جميله توفري فيها، وبدل ما تروحي تشتريها بمبلغ وقدره. دلوقتي كلنا طبعا عارفين الاسعار شكلها ايه. دلوقتي بقى احنا خلصنا خلاص كده ايه الجرازات والعلب. هنبتدي بقى ايه نفنش بقى الحاجات والشغل اللي احنا بنعمله، اللي احنا هنعلقه ونحطه على الشجرة. يعني ايه؟ مثلا عندك في البيت لعب صغيرة جاية مع حاجات السبوع والكلام ده كله بتحطيها. عندك كور صغيرة زي اللي انت شايفاها كده في ايدينا وبنعملها، ونقعد نلونها ونلزق عليها شرايط رفيعة من الفوم عشان نخلي منظر الكورة جميل. ماشي. برضو لو عندك فكرة تانية انك انت ممكن تعمليها بالجليتر، مفيش مشكلة خالص. المهم ان انت بتدوري على اي شوية لعب، شوية حاجات تخلي منظرها جميل وبيبرق كده، عشان تحطيها ايه في الشجرة. طبعا انت حسب الامكانيات اللي موجودة عندك في البيت، حسب المتاح. احنا بنقول مش هتشتري، احنا كل غرضنا ايه؟ بنوفر ونعمل حاجة من غير تكاليف. كمان جينا على العلب الصغيرة اللي احنا كنا عاملينها في الاول وكسيناها بالفوم، هنبتدي نعمل لها شريط رفيع بيلمع، يعني ايه؟ كأنها علبة هدايا ومربوطة وفوقيها ايه؟ فيونكة من فوق. زي ما انت شايفانا عاملين كده. نجهز بقى كل حاجتنا ونبتدي نعلقهم على الشجرة زي ما احنا هنبتدي ايه نحطها قدامكم كده. بدأت دلوقتي تكمل برضو الحاجة اللي تتعلق على الشجرة. بنعمل النجمة. بتعملي برضو رسمة نجمة على الكرتون، وتلزقي لها من الوش ده ومن الوش دوت فوم جليتر، لون نحاسي لون ذهبي اي لون انت عايزاه. وبتجيبي عصاية من عصيان الشيش طاووق، وتبدأي تلزقيها بالشمع، وتديكي منظر ايه النجمة اللي انت شايفاها كده. اي الوانات بقى ايه اعمليها زي ما انت شايفه. بصوا بقى يا جماعة، انا بعرض برضو عليكم دلوقتي فكرة تانية. ممكن قوي نعمل القرطاس عادي بلون او بلون ابيض، مش مشكلة خالص. المهم الفكرة ايه؟ الفكرة ان انت بدل ما تلزقي عليه الورق، قصدي بدل ما تلزقي عليه فرع من فروع الزينة اللي احنا عاملينها في الفكرة الاولانية الكبيرة، الشجرة الكبيرة، لا، ممكن في الشجرة الصغيرة دي تجيبي قطعة من ورق الفوم، وتبدأي تقصيها زي ما انت شايفة في الفيديو كده، وتبدأي تفركشي القصات اللي انت عاملاها، وتلزقي بقى داير ما يدور على القرطاس. يعني هتعملي الخطوط بتاعت ورق الزينة بالفوم جليتر، اللي هو ورق الفوم جليتر المقسم كده زي ما انت شايفة قدامي، يدي منظر برضو ايه حلو للشجرة. ده كده بقى شكله لما خلص. شوفي لما عملنا كل السطور بتاعة الفوم جليتر بقى شكله جميل ازاي. برضه هيديكي نفس المنظر بتاع ورق الزينة اللي انت هتحطيه.
وبعد ما تخلصي جمليه زي ما انت عايزه باي شويه لعب عندك. في طبعا بيبقى من البوليستيرين الكور اللي هي بتيجي مع علب الهديه، حطي زي ما انت عايزه، حتى تحطي نجوم، عايزه تحطي العلب اي شكل. احنا بس ايه، بنعرض عليك الفكره ان ممكن بدل ما نعمل بالورق الزينه هتعمليه بالفوم جليتر. احنا كده عرضنا عليكم الفكرتين، سواء فكرة الشجرة الكبيرة او فكرة الشجرة الصغيرة. بعد ما خلصت بقى بدأت تجيب فرع نور بتاع العادي بتاع رمضان والزينة وكده، وعلقنا العلب وعلقنا الأجراس والكور وكل الحاجات اللي احنا عملناها قدامكم على الشجرة الكبيرة، وبدأنا ننور الشجرة. طبعا عملتيها بأقل تكاليف. في الأرضية بدأت تحط أي لعب عندها، كانت مثلا في حاجات سبوع، حصان، ملاك، اي حاجه من اللعب اللي بتيجي مع السبوع. وخلصت طبعا الشجره زي ما انتم شايفين. بتمنى بقى انه ان شاء الله الفكره تعجبكم. وهي صاحبة قناة أنا وماما في المطبخ، في كذا اسم أنا ماما في المطبخ. الرابط اللي هتلاقيه في صندوق الوصف هي دي قناة أختي. وبتمنى ان انتوا تعجبكم القناة برضو لما تزوروها. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، سواء عندي او عندها، فضلا وليس امرا. وبنتمنى عام سعيد علينا وعليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا.